فاللهم املأ قلوبنا يا رب بحسن الظن بك وجميل التوكل عليك. يا رب لا تكلنا إلا لك يا رب. اللهم اجعل قلوبنا كلها تتجه إليك يا رب. اللهم اجعل مبغانا من الدنيا رضاك. اللهم اجعل يا رب يعني أفضل أعمالنا هي آخرها، وأحسن أيامنا هي الخواتيم بتاعتنا. قولوا آمين. ويحسن لنا الخاتمة ويرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوان ورب راض عنا غير غضبان. اللهم احسن لنا الخاتمة يا رب. قولوا آمين. احسنوا الظن في الله. يا صباح الورد ومساء الفل، على حسب طبعا بتشوفي القناة الصبح او بالليل. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مره تشوفيني، انا اختك سحر، دي قناتي قناه روتينات. فضل وليس امرا كده ان شاء الله تنورينا، تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده كده يوم الجمعه، جمعه مباركه يا رب علينا وعليكم، وصاحيه على المنظر الفظيع الجميل، اللوحه الفنيه اللي كل ست بيت بتحب تشوفها قبل ما تنام ولما تصحى طبعا من النوم. كنت نزلت هنا اول حاجه بحضر لهم الفطار. كنت نزلت جبت لهم، كان ما فيش عيش وفي شويه حاجات كده كانت ناقصه فجبتها. وهما كانوا لسه نايمين، فقلت بقى احضر لهم كده الفطار واصحيهم على الفطار على طول. كنت مطلعه طبعا حاجه الغدا عشان اخلص الفطار وادخل على الغدا على طول. انا بحس ان يوم الجمعه على قد ما بيبقى يوم حلو بنصحى فيه برضو، مش متاخر ومش بدري قوي، على قد ما بحس ان اليوم بسم الله الرحمن الرحيم بيطير على طول. فنسمي كده الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطيت اول حاجه اللبن كده على النار. وبعدين هعمل لهم، جبت طاسه كده وهعمل لهم بيض بالبسطرمه. بحاول اطلع التوم كده منه لانه بيبقى مملح قوي بتاع البسطرمه ده. فبحب ان انا يعني اشيل التوم منه. بالنسبه للناس اللي سالتني امبارح على موضوع المربى، يا جماعه دي مربى توت وكانت حلوه جدا. وجبتها منين؟ جبتها، انا كنت قايله لكم في الفيديو، من العبور، في الحي الاول. اسم المحل ايه انا مش عارفه بصراحه او مش متذكره اسم المحل اللي جبت منه المربى والكاكاو، بس ان شاء الله لما انزل تاني هاخد بالي من الاسم. لكن المحل بتاع دارينا اللي انا كنت مصوراه، ده اللي انا جبت منه الجبن وفيه مكسرات. يعتبر مش هايبر، هو سوبر ماركت بس اكبر من السوبر ماركت، ومش طبعا ومش هايبر لانه برضو نوعا ما صغير، ما هوش كبير، بس ما شاء الله اللهم بارك في كل حاجة. وربنا يا رب يزيد ويبارك. عملت لهم كده بقى، نزلت بقى بعد البيض كده شوحته كده بزبدة، نزلت بيه على بالبسطرمة على البيض. نزلت بالبيض على البسطرمة، معلش بقى ملخبطة شوية. وطلعت طبعا جبن اللي اللي هي اللبنة السوري اللي انا جبتها امبارح. هما كانوا نوعين، كنت قلت لكم واحدة كانت دلع خالص والتانية حاجة شبه كده السويت اند ساور. حطيت كده في كل معلقتين من كل حاجه، لان طبعا ايه، هم انا عارفه ان الحاج صاحب البيت ملوش قوي في الحاجات دي، عشان كده عملت وطلعت كمان مربى. وغليت اللبن. والفطاير دي، عشان كده بقول لكم ما حطيتش يعني كتير من اللبنه اللي انا جايباها، على قد انا يعتبر والبنات. وطلعت من المربى وبألف هنا وشفا، لان طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان كان فيه لخبطه ان انا خدت بتاعه لولا كمان. هنا الحمد لله طلعت بقى الفطار اللي انا كنت فطرت منها. ده برضو كان محل سوري اسمه عز السوري تقريبا، هو الاسم في الفيديو. اللي ما شافش الفيديو يشوفه بقى، امبارح كان حلو قوي. ويا دوبك بقى حطيتهم، عايزه اقول لكم تحطوهم بقى في الميكرويف او في الفرن كده دقيقتين في هوا. دي فطاير او معجنات او زي ما بيقولوا بقى هم بيسموها بقى مناقيش، مش عارفه بصراحه. محطوط فيها او محشيه بالجبنه الحلوم. كنا الحمد لله فطرنا. وخلصنا الحمد لله الفطار، وابتديت ان انا اعمل لهم الغدا. الغدا كان ايه؟ دي اكله انا بعملها، عايزه اقول لكم بجد والله العظيم، انا ماليش قوي في الفراخ، مش اكلت فراخ قوي. وده بسبب طبعا والدتي، ربنا يا رب يديها صحه، لان كانت بتطبخ الفراخ مش كتير، كانت على طول بتطبخ لنا اللحمه كان اكتر. ايام طبعا ما كانت ب 30 و40 جنيه يعني، بس بيني وبينكم ها. المهم الكبد والقوانص، طبعا انا عايزه اقول لكم والله مش شكرانيه في نفسي. يعني كل اللي يشوف الفيديو ده ومش بيحب زي موضوع الكبد والقوانص، او بيبقى بالنسبه له بيبقى فيه زفاره، لا امشي على الخطوه دي او امشي على الخطوه دي، وبجد بجد هتدعي لي. عايزه اقول لك انا والله مش شكرانيه بجد في نفسي، بس وحياه ربنا عالميه يعني. طريقه كبد وقوانص عالميه، انا طبعا مش مخترعاها ولا حاجه، بس هي حرفيا اللي ما يعرفهاش يجربها ويدعي لي.
ولو وصلت طبعا معايا لغايه هنا ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الزر او الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. يلا يا جماعه شدوا حيلكم معايا شويه. آه تقريبا حسدت نفسي الفتره اللي فاتت دي، كنت مبسوطه قوي من نسبه المشاهده، معرفش نزلت كده مره واحده، مش عارفه ليه، بس ان شاء الله خير باذن الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نصلي على النبي كده كتير يا جماعه عليه الصلاه والسلام. ربنا كده يا رب يبارك لنا في ولادنا وفي بيتنا ويحسن ما بين ايدينا. عايزه اقول لكم بقى ان انا مش بحب الفراخ قوي، وماليش قوي في موضوع الكبد والقوانص. وعايزه اقول لكم كمان ان انا الكبد والقوانص دي انا لا بجيبها ولا بشتريها، يعني الحاج صاحب البيت هو اللي بيشتريها. فلولا كده انا لا هجيبها ولا هشتريها ولا هعملها اصلا في البيت. بس هي بجد يعني حاجه تحفه. طبعا أنا غسلتها كويس قوي ونضفتها، عايزه اقول لكم انا جبت لكم كده شويه وانا بنضف كده، بس طبعا مش كلها. وطبعا فتحت لكم القلب كده اللي بيبقى جاي مع القنصه واي حاجه زياده واي زفاره، بص بفضل اغسل فيها لغايه ما بهريها. وبعد كده لما بتاكد ان هي نطفت خالص بجيب كده ميه بحط فيها ليمون، وبحط فيها قرفه، عيدان قرفه، وبحط فيها دقيق، ولو عندك جنزبيل بس انا ما كانش عندي حطي. وطبعا معلقه سكر والكلام ده كله كده حطيه. انا مش بحط خل، انا بحس ان الخل بيزفر اي انواع الطيور، فانا بستبدله بالملح بالدقيق وكمان الليمون، دول اساسيين عندي. هنا بقى رحت جايبه بقى توم، وجايبه بقى كده عندك اي نوع فلفل الوان، احمر، اخضر زي ما تحبي، حامي بارد زي ما تحبي، وحطيهم كده مع بعض. دي التتبيله دي بقى سر الاكله كلها، بجد والله سر الاكله كلها. امشي بس زي ما بقولك كده وهتتعيني باذن الله. خلصت بقى كده غسيل الحاجه وقطعت القنصه، لان القنصه بتحتاج انها تتقطع عشان خاطر تستوي اسرع. آه معلقتين زيت، معلقه سمنه بلدي، وانزلي كده شوحي كده الكبده بتاعتك، وعشان خاطر بس الزيت يبقى سخن قوي عشان تدي صدمه، وعشان خاطر ما تنزلش دم فيها او حاجه فتاخد صدمه فتقفل معاكي المسام. هنا كنت انا شلت الكبده. بتشوحي الكبده الاول يا سحر؟ بشوح الكبده الاول وبشيلها في طبق. انا بشيل، يعني انا برمي الزياده اللي طلع بقى من الكبده، انا برميه، اللي هو المكان اللي نزل من الكبده. انت عايزه تخليه وتعملي عادي، في ناس بتعمل كده كتير. وجبت بقى غسلت الطاسه وجبتها ورحت حاطه فيها برضو زيت وسمنه، او زبده زي ما تحبي، ولو عندك بقليه حطيها بتبقى فظيعه. ممكن تخلي اللي هي دي للطشه في الاخر. وخدوا كده تشويحتين، شربوا ميتهم او شربوا اي ميه زياده بتنزل من القنصه. ورحت بقى جايبه 3 بصلات كده حلوين كده، ها حلوين، ورحت حطاهم، وحطيت شويه كمون وشويه فلفل اسود. تمام كده مع الكبده والقوانص. حطيت كده رشيت كده فلفل اسود وكمون، ما حطيتش اي ملح. لسه بقى في الاخر. والبصل كده افضلي شوحي لغايه ما الميه بتاعه البصل كلها تنزل ويدبل. تمام. وبعد كده هاتي كوبايه ميه، وطبعا ده على حسب، يعني لو كميه اقل من كده ممكن نص كوبايه. وانا بشوح كده انا بحب اعمل الاكل كله مره واحده، فطبعا كنت عملت الرز. طبعا احنا كلنا ستات وبنات امارات بنعرف نعمل الرز. مش محتاج طبعا. انا عملت معاكم الرز يمكن بالمية فيديو اللي نزلتهم كلهم رز بسمتي بقى، او رز مصري، او اللي هو بالشعريه كده. طب فاهمين بقى. وخلصته. هنا كانت بقى الشعريه ابتدت ان هي سوري خلاص كده ابتدت تشرب معايا. اول ما الاقي بقى خلاص البصل نشف خلاص بقى والقوانص بتاعتي شربت الميه، هنزل الكبده اللي انا كنت اصلا مديها صدمه 3/4 سوا كده عشان ما تتهريش. طبعا لو مستويه جامد طبعا الكبده سريعه السوا يعني. نزلت بقى بمعلقه توم نيه او مبشوره يعني. وهنا بقى حطيت قرفه، نص معلقه صغيره قرفه، وحطيت معلقه صغيره من الكمون، وطبعا الملح بتاعك اظبطيه، وشويه لو عندك جنزبيل حطي كده حبه جنزبيل صغيرين. آه، سوري زعتر، اتلخبطت، زعتر الجنزبيل ده اللي احنا بننقع فيه الحاجه. زعتر. تمام. بعدين جبت طاسه. لو بقى السر بقى في التتبيله دي، شفتوا بقى احنا الشويه اللي احنا دقيناهم في الهون دول او في الكبه، ما عندكيش هون يبقى كبه، طبعا ما فيش ست بيت يعني ما عندهاش كبه. افرمي بقى فيها الثوم مع الفلفل الحامي او البارد بتاعك.
احمر اخضر زي ما تحبي. تمام. ما عندك بقى ليا، يا سلام، هتودي الطشه بتاعتك في حته تانية. انا بقى حطيت كان عندي زبده بلدي او سمنه بلدي، حطيت، بصوا بقى والله العظيم، مليون لايك، مليون لايك. من لون بجد والله العظيم تحفه يعني. لا تشمي بقى ريحه زفاره، ولا بقول لكم اخد كام، اخد كام من 10. بجد والله العظيم تحفه تحفه تحفه. طبعا قرن فلفل كده زيني بيه براحتك. وطبعا ده الرز ما كانش عندي بصراحه، كان اخر خيارتين كنا فطرنا بيهم، فعملت كده فلفل الوان. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ويا ريت لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم في رعايه الله، اشوفكم في روتين جديد. باي باي. وما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. مع السلامه.